السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة أستاذ مصر الأول محمد كريم. في الساعات الأخيرة كان في ترند كده خاص بالنجمة منى زكي. منى زكي حبت أو جابوها تعمل شخصية أم كلثوم. أم كلثوم طبعا يعني جايبين منى زكي بصراحة في شخصية في اعتقادي الشخصي يعني انها تقيلة جدا 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 على منى زكي. المهم الناس يعني سبحان الله الناس فعلا بتفهم. الناس يعني مش هبلة ومش بيضحك عليها. بمجرد يا مولانا ما نزلت الدعاية بتاعت الست ام كلثوم والست منى زكي وعاملين كده تصميم وش ام كلثوم في وش منى زكي، سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، يا معلم خدت سلخة ما ياخدهاش عجل في مذبح. اتسلخت سلخ. الناس مش الناس جلدتها حرفيا. منى زكي اتجلدت على السوشيال ميديا. هات يا تريقة وهات يا كوميكس وهات يا كومنتات، يعني كلها ايه، كلها كومنتات سلبية. ولكن منى زكي ما تعلمتش من غلطتها الأولى. منى زكي كانت قبل كده عملت مسلسل السندريلا، اقسم لك بالله من افشل المسلسلات اللي ممكن تشوفها في تاريخ السينما المصرية. يا ساتر يا رب. يعني لا خفة دم سعاد حسني ولا دلع سعاد حسني ولا حتى حسني ذات نفسه يعني. يعني هي كان المفروض تتعلم من الغلطة الأولانية اللي هي عملتها وما تعملش شخصيات يعني تاريخية. كان أكتر حد بيبدع في هذه المنطقة تحديدا كان الفنان الكبير أحمد زكي. أحمد زكي كان مبدع بصراحة في الموضوع دوت. كان بيعرف إزاي يلبس الشخصية. طبعا منى زكي هي حبت تقلد أحمد زكي في المنطقة ديت يعني. ولكن منى زكي أنا في اعتقادي الشخصي إنها ممثلة عادية جدا جدا، لأن كمان الفيلم اتخدم بطريقة رهيبة. يعني الفيلم كان يعني متجاب له تقريبا نجوم مصر كلها شغالين فيه. فشوف يا أخي سبحان الله، مصروف على الفيلم مصاريف جامدة ومتجابين فيه نجوم مصر كلها ومش عارف ايه ومواهب والفيلم صعد صعود رهيب. ليه؟ عشان الناس فعلا بتفهم، عشان الناس فعلا بتقدر. منى زكي طالعة في الفيلم ده مش بشخصية أم كلثوم، لا، طالعة بشخصية أنغام، الست أنغام، مش الست أم كلثوم. فالفيلم كما يقولون إخواننا ركيك. وأعتقد كمان إن الممثلين اللي معاها اتظلموا في الفيلم دوت بسبب منى زكي، مش بسبب حد تاني. فأكيد يعني الفلوس اللي هي اترمت في الأرض ديت كان المفروض لو صناع الفيلم كانوا عايزين يطلعوا عمل ناجح كانوا جابوا حد آه، وجها يعني على ملامح أم كلثوم. كانت جابت. على فكرة الفيلم دوت كانت القصة دي اتعملتها قبل كده الفنانة صابرين، ونجحت نجاح فظيع، نجحت نجاح كبير جدا في انها تجسد شخصية المطربة الكبيرة الفنانة العظيمة أم كلثوم. وصابرين سبحان الله ما كانتش شبه أصلا أم كلثوم، ولكن ما عملوا لها باروكة وعملوا لها النضارة، وهي كمان كانت بصراحة عرفت ازاي تركب الشخصية بالبلدي كده يعني. ف معلش، هي منى زكي سبحان الله شكلها ملهاش حظ مع الشخصيات السينمائية. في اعتقادي الشخصي ممكن تنتقل للشخصيات الرياضية أو العلمية
ممكن تعمل مفيدة شعراوي، ممكن تنجح في الشخصية دي، أو ممكن تعمل في قصة اسمها هي دي بديعة مصابني، ممكن تعمل بديعة و... وأحمد حلمي يعمل مصابني، يبقى بديعة ومصابني، مصابك إيه مش عارف. إخواني وأخواتي المتابعين الكرام، دايما وأبدا انتظرونا هنا في قناتكم، قناة أستاذ مصر الأول محمد كريم. كل جديد وكل ما يخص الفن وعالم الفن هتلاقوه هنا، مش في مكان تاني، عند أستاذ مصر الأول. السلام عليكم.